واش عمرك طلعتي في الدروج ولقيتي الضو ديال العماره مقطوع والزبل مرمي في المدخل والاسانسور حابس الشهرين والناس كتطلع على رجليها للطابق الخامس حيت شي جيران عندكم في العماره حالفين وما بغاوش يخلصوا السنديك؟ كتمشي عندهم باتجاه احسن، كيقول لك واحد انا ما كنسكنش هنا غير كاري، الاخر كيقول لك انا خليت الشقه خاويه، والثالث كيقول لك فلوس السنديك كتمشي للجيب، وكتبقى العماره ديالك اللي شاريها بعرق كتافك ب 40 ولا 60 مليون كطيح قدام عينيك بسبب 20 ولا 300 درهم. الا كتعيش نفس الكابوس دابا، في هذا الفيديو غادي نعطيك الحل القانوني النهائي اللي كيجبر اي واحد يخلص بزز منه وبالقانون المغربي. حل مجرب ومضمون وغادي يصدمك حيت بزاف ديال الناس ما عارفينوش وكيسحاب لهم السنديك غير هضره خاويه. اول حاجه خصك تفهمها مزيان وهي ان السنديك ماشي شي جمعيه ديال الحومه اللي بغى يخلص يخلص واللي ما بغاش راه حر، لا، راه مؤسسه قانونيه اجباريه فرضها القانون المغربي 1800 المتعلق بنظام الملكيه المشتركه للبنايات المبنيه والمقسمه، والمعدل والمتمم بالقانون 106.12. هذا القانون كيقول بصريح العباره اي عماره ولا اقامه فيها جوج ديال الملاك فما فوق خاصها ضروري دير اتحاد الملاك المشتركين، والاداء ديال واجبات الحفاظ على الاجزاء المشتركه بحال السطح والدروج والاسانسور والباركينغ والحديقه والضوء والماء راه واجب قانوني على كل مالك، واش ساكن ولا كاري الشقه ديالو ولا مسافر برا ولا مخليها خاويه كيبقى ملزم يخلص. ولكن هنا كاين السؤال الخطير، واش كتعرف شنو كيوقع الا كان السنديك ديالك انت براسك ماشي قانوني؟ هنا كتولي انت اللي خاسر واخا يكون عندك الحق. باش تكون قانوني وتقدر تجبر الناس يخلصوا خاصك دير ثلاثه المراحل الاساسيه وما تزقل حتى وحده، حيت اي ثغره كتضيع عليك الملف كامل. المرحله الاولى هي الجمع العام التاسيسي، وهنا الاغلبيه الساحقه كيغلطوا في هذه النقطه. خاصك تعيط لكل الملاك برسيله مضمونه مع اشعار بالتوصل ولا عن طريق مفوض قضائي قبل 15 يوم على الاقل، وتكتب فيها التاريخ والوقت والمكان وجدول الاعمال. نهار الجمع كدير لائحه الحضور كيسنيو فيها كل الحاضرين، وكدير محضر رسمي مفصل فيه شحال كان النصاب القانوني، وشكون انتخبته هو وكيل الاتحاد، وشكون النائب ديالو، وشحال حددته في المساهمات الشهريه والسنويه، وشنو الميزانيه التقديريه. وهذا المحضر هو الروح ديال السانديك، بلا به راه والو ما عندكش. واي قاضي اول حاجه كيطلبها هي هذا المحضر مع لائحه الحضور والتبليغات، يعني الا ما عندكش محضر مقاد راه بحال ما عندكش السانديك. المرحله الثانيه اللي كينساها بزاف هي نظام الملكيه المشتركه. هذه الوثيقه اهم من المحضر بمراحل. هذه كتكون فيها القواعد ديال العماره كامله، شكون كيخلص شحال، كيفاش كيتوزعوا المصاريف حسب المساحه ولا بالتساوي، شنو هما الاجزاء المشتركه والخاصه، وكيفاش كدار الصيانه الكبرى والصغرى. هذا النظام خاصو يكون مطابق للقانون والنموذج الرسمي، ويتسجل في المحافظه العقاريه باش يكون عنده قوه قانونيه ضد الجميع حتى ضد اللي شرا من بعد. ومنين كيكون عندك المحضر زائد نظام الملكيه المشتركه زائد شهاده الملكيه ديال الشقق ديال الممتنعين زائد كشف الحساب البنكي للاتحاد، هنا كتولي عندك ملف قانوني قوي ما تقدر حتى محكمه ترفضه. وبقى معايا حيت المرحله الجايه هي اللي فيها الفلوس كترجع بزز منهم. دابا انت قانوني وراقك مقادين وجيرانك باقي ما بغاوش يخلصوا كيضحكوا عليك، هنا القانون عطاك سلاح في التاك سميتو مسطرات الامر بالاداء المنصوص عليها في الماده 25 مكرر من القانون 1800. وهذه ماشي دعوه عاديه كطول عام ولا عامين في المحاكم، هذه مسطره سريعه واستعجاليه ومجانيه تقريبا. كيمشي وكيل الاتحاد بوحدو ولا مع محامي عند رئيس المحكمه الابتدائيه اللي تابع لها العماره، وكيدفع طلب فيه نسخه من محضر الجمع العام ونظام الملكيه المشتركه وكشف الحساب ديال المدين وما يثبت انك بلغتيه الانذار بالاداء، والقاضي كيصدر امر فوري بالاداء في اجل قصير جدا. وهذا الامر كيبلغه المفوض القضائي للشخص الممتنع، وعنده اجل 20 يوم باش يخلص ولا يدير تعرض الا كان عنده شي دليل قوي على الاداء. الا فات الاجل وما خلصش كيولي هذا الامر بحال حكم نهائي قابل للتنفيذ الجبري بلا ما يقدر يهرب منه. ولكن واش كتعرف فين كيخسروا بزاف ديال وكلاء اتحاد القضيه ديالهم واخا يكون عندهم الحق؟ كيخسروها في الشكل ماشي في المضمون، يعني كيكون عنده الحق ولكن كيضيعوا حيت الورق ما مقادينش. مثلا كيدير جمع عام بلا ما يبلغ كل ملاك بالطريقه القانونيه، ولا كيدير المحضر بلا لائحه حضور ولا بلا توقيعات، ولا كيحدد مبلغ السنديك بلا تصويت قانوني، ولا كيبقى شاد الفلوس في جيبو بلا حساب بنكي باسم الاتحاد، ولا كيجمع الفلوس وهو المده القانونيه ديالو كوكيل اللي هي 2 سنوات سالات وما دارش جمع عام لتجديد الثقه، ولا كيطلب فلوس قديمه دازت عليها 5 سنين وسقطات بالتقادم. في هذه الحالات كلها القاضي كيرفض الطلب وكيقول لك اتحادك غير قانوني وما عندكش الصفه. يعني قبل ما تفكر تقري الجيران في المحاكم ضمن انك انت بعدا مقاد قانونيا وحال حساب بنكي وكل شيء شفاف. خليني نعطيك مثال واقعي كيوقع بزاف في كازا والرباط ومراكش وطنجه. عماره فيها 20 شقه، 6 ديال الملاك ما بغاوش يخلصوا 300 درهم في الشهر لمده عامين، تجمعت 43,000 درهم عجز. لاسونسور خسر وما بقاش الفلوس باش يتصلح. السكان اللي كيخلصوا تضروا وبداو كيتخاصموا. السنديك القانوني دار لهم انذارات عن طريق مفوض قضائي وما خلصوش، مشى دار مسطره الامر بالاداء وجاب 6 اوامر في شهر واحد.
4 منهم غير شافوا المفوض جايب لهم امر من رئيس المحكمه، مشاو كيجريو وخلصوا مع الغرامات والمصاريف. واحد تعنت ودار تعرض وترفض ليه حيت ما عنده ما يفيد الاداء. وبقى واحد اللي كان ساكن برا في اوروبا. هنا تزم الحل النهائي اللي كيخلع اي متهرب. الحل النهائي هو الحجز التنفيذي، وهنا كاين استثناء مهم بزاف بزاف خاصك تعرفوا. راه القانون كيعطي لديون اتحاد الملاك امتياز خاص على الشقه نفسها. يعني الدين ديال السانديك كيلصق في الشقه ماشي غير في الشخص. بمعنى الا بعت الشقه والدين باقي، راه الشاري الجديد هو اللي كيولي ملزم. وإلا ما بغاش يخلص، وكيل الاتحاد كيمشي عند قاضي تنفيذ وكيطلب حجز تحفظي على الشقه، ومن بعد حجز تنفيذي وبيعها في المزاد العلني. وهذا الشيء وقع بزاف في المغرب. كاين شقق تباعت في المزاد غير باش يخلصوا ديون السانديك اللي كانت غير 10000 ولا 15000 درهم، حيت القانون كيعتبر الحفاظ على العماره من النظام العام. وتقدر حتى تحجز على الحساب البنكي ديالو ولا السياره ديالو ولا الاجره ديالو. يعني اللي كيتهرب من 20 درهم كيلقى راسو خاسر 20000 درهم ديال مصاريف قضائيه وحجز وتنفيذ. وغادي تسولني واش الكاري حتى هو كيتبع قضائيا؟ الجواب القانوني لا. الكاري غير مسؤول مباشره امام اتحاد الملاك. المسؤول هو المالك المقيد في المحافظه العقاريه، هو اللي خاصو يخلص واخا الشقه خاويه، واخا الكاري ما خلصوش الكرا. ومن بعد هو اللي كيرجع على الكاري الا كان متفق معاه في العقد. وحتى الورثه الا مات المالك راهم ملزمين يخلصوا الدين اللي كان على مورثهم. يعني الدين ما كيموتش، كيبقى لاصق في العقار. لذلك الا كنتي باغي تشري الشقه، سول اولا واش خالصه السنديك ولا لا، وطلب شهاده براءه الذمه من وكيل الاتحاد. حيت الا شريتي الشقه عليها دين ديال السنديك راه انت اللي غادي تخلصو من جيبك. وهذه غلطه قاتله كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس في السوق العقاري المغربي. باش نختموا هذا الفيديو بخلاصه عمليه ديرها في بالك وطبقها دابا. اولا، اسس اتحاد الملاك بشكل قانوني بجمع عام ومحضر موقع ولائحه حضور وميدان ملكيه مسجل في المحافظه العقاريه. ثانيا، فتح حساب بنكي باسم اتحاد الملاك المشتركين وخدم بشفافيه وخرج كشف حساب كل 3 شهور باش تكسب ثقه السكان. ثالثا، بلغ الانذارات كتابيا عن طريق مفوض قضائي قبل ما تمشي للمحكمه وخلي عندك الحجه. رابعا، استعمل مسطره الامر بالاداء المنصوص عليها في الماده 25 مكرر، راها سريعه ورخيصه وفعاله وما غتحتاجش محامي في البدايه. وخامسا، الا تعنت شي واحد ما ترحموش ودوز للحجز التنفيذي، راه القانون معاك 100%. وديما تبع المستجدات ديال القانون 1800 و106.12 حيت كاينه تعديلات جديده كتقوي السنديك. الى عجبك الشرح ما تنساش دير لايك واشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وخلي لي في التعليقات المشكل ديال العماره ديالكم، واش الجيران كيخلصوا ولا والو، وكيفاش حليتوه، وغادي نجاوبكم كاملين.